اليوم الرابع النهارده، ولو زم معانا خلاها مفاجأة في نهاية الأسبوع. حطيت في المية أبو أنس أول 12 ساعة، حطيت تايلوزين وكوليستين. تاني 12 ساعة حطيتهم بروبيوتيك، لأن دي إن شاء الله تبقى آخر ساعة. دي آخر ساعة؟ لا مش آخر ساعة صراحة، لسه آخر ساعة بكرة. حطيت أحماض أمينية 2 سنتي على اللتر، 2 سنتي على اللتر. الأحماض الأمينية هنا حاطط الجردل ده بياخد 6 لتر، فأنا حاطط هنا 6 سنتي ومالي ده مية وقافل المحبس. حط هنا كده وافتح المحبس ونفتح المحبس بتاعنا. التركايه النهارده يا ابو انس، التركايه انصحكم تجيبوا البروبيوتيك اللي هو الانابوليك بوستر ده من شركه مالتي فارما، لانه بصراحه من ساعه ما استخدمته وانا ملاحظ يعني تفوق في الدوره، تفوق فعلا مع الرعايه الكويسه. طبعا لو رعايتك وحشه ملوش لازمه، الرعايه الصح. وان شاء الله في الحلقات الجايه اعلمكم ازاي تتحكموا في درجات الحراره والتهويه، واعلمكم ازاي تحسبوا حسبه التهويه والخليه والفانات ان شاء الله لما نركبها يعني. شوفوا ما شاء الله قوام السبله ناشفه، السبله ناشفه. ده القوام بتاعنا. صاحب الميه عندنا قوي، صاحب العلف عندنا قوي. ايه التركه النهارده يا ونس؟ هي البروبيوتيك. ليه البروبيوتيك؟ ليه مش هي سيلينيوم؟ طبعا اغلبيه البروتوكولات بتبقى هي سيلينيوم في الوقت في العمر ده، او مع مضاد الحيوي هي سيلينيوم الف د 3. املاح معدنيه. طبعا انا ما بستخدمش الاملاح المعدنيه، ما بستخدمش الايه سيلينيوم، ما بستخدمش الالف د 3. ومن ساعه ما بطلت استخدمهم وانا ملاحظ تفوق في الدوره. ليه؟ من المعروف ان الزياده في الفيتامينات بتعمل اسهالات، اللي هو تحط جرعات عاليه. طيب الوقت لما مثلا نحط سنتي اللي هي المكتوبه العبوه، البروبيوتيك فيه الف د 3، الاحماض الامينيه فيه الف د 3، العلف فيه املاح معدنيه وفيه برضه الفيتامينات. فانا مش محتاج الفيتامينات. ايه اللي بيكون محتاج الفيتامينات 3؟ الفراخ البياض، لان هي كل يوم بتنتج بيض وكل يوم محتاجه فيتامينات. نضرب مثلا مثل على المراه الحامل، اثناء الحمل بتكون محتاجه فيتامينات، مكملات غذائيه عشان في جنين بيتكون. وقبل ما تحمل برضو بيكون في فيتامينات بتتاخد. تتجمع عند صيدليه الناس المتجوزه تكون عارفه الكلام ده. عشان الجنين يتكون بيبقى محتاج فيتامينات وما الى ذلك وعناصر غذائيه. فالفرخه البيضاء هي بتكون محتاجه اكتر الف د 3. طب انا مش محتاج الف الكتكوت بتاع التسمين، لان عند الاحماض الامينيه في الف د 3، البروبيوتيك في الف د 3، العلف في الف د 3، الكتكوت نفسه مناعته حلوه، انا مش محتاج اجري ورا المناعه. الحاجات دي بتبقى للاعمار، للفراخ المعمره اللي بتقعد فترات، اللي بتنتج الامهات. فانا مش محتاجه ومش هستخدمه، لان هو موجود عندي بنسب في البروبيوتيك، في الالف د 3، في الهي سيلينيوم، في البتاع ده الاحماض الامينيه موجود معايا في العلف. معايا الحمد لله الكتكوت برضه بيصنع المناعات يعني ايه هي الفيتامينات اللي الكتكوت ما بيعرفش يصنعها؟ اللايسين والميثيونين، ودول اهم عنصرين. بياخدهم منين يا ابو انس؟ بياخدهم من البروتين الحيواني اللي هي الديدان. عشان كده نسمع ان العلف الحيواني بيحول وما الى ذلك، معلومه صحيحه، لان اللايسين والميثيونين يعني هم اصلا مش موجودين في داخل الطائر، ما بيعرفش ينتجهم، لان دول بيكون موجود زي ما قلنا في البروتين الحيواني. طبعا العلف بتاعنا نباتي بالكامل، فبنديله الاحماض الامينيه بيكون فيها لايسين وميثيونين وفيها الف د 3 وفيها وما الى ذلك. فعشان كده احنا بنستخدم الاحماض الامينيه والبروبيوتيك عشان يهضم لنا العلف بصوره كامله، ونستفاد بالالف د 3 اللي في العلف. فانا بروتوكولي، انا مدرستي ما بستخدمش الف د 3، ما بستخدمش املاح معدنيه، ما بستخدمش سيلينيوم. الفايده بتاعتهم باخدها من التربيه الصح، وكده كده موجوده عندي في باقي الادويه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. كان في كلام مهم قوي في الدوره دي، الحلقه دي كنت عايز اقوله بس محتاج شرح طويل، وانا بصراحه النهارده تعبت في الشغل. هنخليها الحلقه الجايه ان شاء الله وهتكلم فيها باستفاضه. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.